تخيل معايا يكون عندك ثقة بالنفس ملهاش حدود لدرجة إن الموظفين بيخافوا وجودك معاهم في الشركة، ده حتى المدير بتاعك خايف منك، بس وأنت قاعد مع اتنين مزات بتنتقل داخل لعبة عن طريق التليفون بتاعك، ولكن بعد اللي حصل لك ده كله بتبقى غير الكل وفرحان. ده مش كده وبس، ده أنت كمان بتضحك على كل الموجودين معاك اللي كانوا معاك ضحكتك الشرير. تخيلت معايا؟ طب يلا بينا نبدأ الحكاية. بتبدأ الحكاية بتاعتنا بشوية موظفين في إحدى الشركات. بنشوف شخص معدي بالصدفة، بيكون الموظف اللي قاعد على المكتب مصدوم منه. بعدها بنروح لشوية موظفين تانيين وبيكونوا مصدومين حرفيا. بيتكلم واحد من الموظفين: المتدرب ده عمال يعمل الشغل الإضافي اللي في الشركة. بتتكلم الموظفة اللي جنبه: مستحيل، ده رايح لمكتب الرئيس وشكله كده أخلص المشروع بتاع الشركة. بعدها بنروح للرئيس واللي بيكون متوتر وبيكرر في كلمة إنه قادم. بعدها بتكلمه السكرتيرة: الرئيس التنفيذي ليو، خليك هادي، ده مجرد متدرب، احنا مش لازم نخاف منه. بيتكلم الرئيس: ده متدرب استبدل 3 مديرين في أقل من نصف شهر، ده وحش. ده مش كده وبس، ده كل اللي حاولوا يتنمروا عليه سحقه. بيتكلم القائد وهو مرعوب: ده حتى لفت انتباه مجلس الإدارة وممكن إن هو يحل محلي في أي وقت. بيضرب الرئيس على المكتب بقوة وهو متعصب. بعدها بيعدل الرئيس وشه وبيكلم السكرتيرة وسط ما كانت السكرتيرة بتطبل له: انت كلامك صح، مش لازم نخاف منه، انا اترقيت في المنصب ده بجهدي وعمل الخاء، وانا مش هخاف من مجرد شقي. بيقطع كلامه دخول بطلنا للمكان واللي بينادي باسم الرئيس التنفيذي ليو. بيبدأ يتكلم بكل ثقة وبتكون عيونه زي الاسد بالظبط: انا جيت لتقديم تقرير على العمل بتاعي. بيكون الرئيس التنفيذي ليو مصدوم هو والسكرتيرة مع بعض وبيقعدوا يحلفوا اللي هم مش عايزينه يقترب اكتر منه وبيتوسلوا ليه اللي هو ما يقربش اكتر. وسط الكلام ده كله بيفكر بطلنا في نفسه: انا اسمي وانغ جيان وانا متخصص في المنافسه. في الاثناء دي تنتهي بينا الاحداث داخل احدى الاماكن الترفيهيه. بعدها بنروح لبطلنا وبيتكلم وهو مبتسم: انا ما اعتقدش ابدا ان المدير ليو هيستسلم بسرعه كبيره. بعدها بنشوفه وهو قاعد مع 2 مزات وبيفكر في نفسه: الشركه دي بدات تصبح ممله، وبيفكر يروح لشركه تانية. بس فجاه هو قاعد بيلاقي التليفون بتاعه بيهتز. بعدها بيبص في التليفون فبيلاقي رساله ظهرت له على هيئه نظام وبيفهمه النظام ان المرحله دي هتنزل. وبيكون بطلنا وانغ مصدوم، بس بعدها بتظهر له نافذه الحاله: المتانه 63%، الانعكاس 55، والحيويه 45%، والقدره التنافسيه 120، واما العقل والروح 82%. بيظهر النظام لبطلنا بيفهمه ان المعلومات اللي تم الكشف عليها هي التقييد، وبيفهمه ان الهدف يناسب المشاركه في المنافسه. تظهر كلمه بدأ التحميل وبالفعل بيبدأ بطلنا ان هو ينتقل ذاتيا وبيكون بيصرخ وفي الاخر بينتقل برضه. وبتظهر لهم فتاة جميلة وشكلها مرشدة: مرحبا بجميع اللاعبين في لعبة الموت، مجال الحكام اللامتناهي. وبتبدأ تشرح لهم عن اللعب وبيحتاج اللاعبون إلى القيام بمهمات داخل الزنزانات. وبتكلمهم على أشهر الزنزانات: رقم 1 معانا زنزانة عالم التنين الشيطاني، رقم 2 معسكر الأبراج الشخصية التاسعة، وآخر حاجة قتال زنزانات مسجد تاء واللي بيكون اسمها غريب شوية. وبتكمل شرحها ليهم: وفقا لمتطلبات المهمات المختلفة الشركات تتنافس لقتل بعضهم البعض. وبتكمل كلامها: حساب النطاق نادر جدا، فعلشان كده هنختار عشوائيا اللاعبين اللي بيتناسبوا مع المتطلبات الآتية، وده هو الاختبار الأول الذي ستجروه أيها المبتدئون. في الأثناء دي بنروح لبطلنا واللي بيكون مش مهتم بأي حاجة حواليه وبيتكلم في نفسه: إحساس حقيقي، حتى أحدث التقنيات مش ممكن تعمل التأثير ده كله، ده تكنولوجيا متطورة للغاية. بيبدأ يتكلم شوية من اللاعبين اللي انتقلوا مع بطلنا وبيكونوا مستغربين من المكان اللي هم فيه. بعدها بيزعقوا للفتاة اللي كانت بتشرح لهم في الأول وبيكونوا عايزين يخرجوا من المكان بأي طريقة. بيكلم بطلنا نفسه: اللعبة دي دفعت اللاعبين داخلها بقوة. بيفكر سيدة اللعبة دي متعجرفة جدا، بس لحظة بيفتكر اللي هي قالت اللي فيه امتحان، وطبعا بطلنا بيحب التحديات كلها. بعدها بيقوم عشان يسألها سؤال بس بيناديها باسم الحاكمة، فبترد عليه اللي هي مجرد لاعبة مرشدة بس، ودي مهمة بالنسبة لها. بعدها بيظهر النظام سمات وبتكون مرشدة من المستوى 30. بعدها بيفحص بطلنا المساحة الشخصية اللي هو فيها. بيكلم بطلنا نفسه بيكون متضايق ان المساحة الشخصية دي صغيرة جدا وبيكون بالنسبة له العلاج ده سيء للغاية. في الوقت ده بتكلمهم المرشدة وبتفهمهم ان معظم الزنزانات ما بتهددش الحياة وبعض الزنزانات لا تعاني من الفشل، بس انت هتكافئ وفقا لأدائك. بعدها بتبدأ تحمس اللاعبين: احصل على نقاط المكافأة من خلال إكمال مهمات الزنزانات، وممكن استخدام النقاط لتوسيع المساحة الشخصية، وكمان بإمكانك استبدال النقاط دي بقضاء وقت ترفيه، وممكن تصنع جنة الأحلام في العالم بتاعك. وبتوريهم العوالم وفي الآخر بتكلمهم إن المهم إن هم يصبحوا أقوى، تستخدم قوتها وتخرج مهارات كتيرة جدا واللي بتنزل حرفيا زي المطر. وبتكلمهم إن هي معهاش أكيد يعني المهارات دي كلها، عشان المهارات دي تبقى حسب المستوى. وبتفهمهم إن المعدات بتطلع بشكل عشوائي. في
الوقت ده بيظهر لبطلنا وانج 3 مهارات، وبتفهمهم المرشدة إن بيظهر لك 3 قدرات عشوائية من الفئة F كحسبة للمبتدئين. بيحصل بطلنا على جرعة القدرة على التحمل، زائد مهارة تقييد الأصفاد، وزائد مهارة البرق المشتعل. بيضغط بطلنا على مهارة البرق المشتعل، بتظهر له معلومات يمكن تعلم المهارة مباشرة، وهيتم إدخال المعدات إلى التخزين داخل نافذة الحالة. بطلنا بيكون فرحان بالقدرة دي، وما بيكونش مصدق إن في حاجات زي كده في العالم. بترفع المرشدة إيديه وبتقول الآن، وبيبدأ ينتقل اللاعبين. بطلنا وعكس الكل بيكون فرحان باللي بيحصل له، وبيكون فرحان اللي هو هينتقل، وبتكون في مخيلته إن العالم ده مثير للاهتمام. في الأثناء دي بطلنا بينتقل وبيلاقي نفسه داخل الشركة اللي كان شغال فيها. بيظهر له النظام اللاعب المكتشف F233، تم قطع الاتصال. بيكون بطلنا مصدوم حرفيا لأنه بيرجع للعالم الأصلي. بيزود النظام وبيظهر لبطلنا يرجى إعادة الاتصال خلال 10 دقائق، وإلا هيتم التعامل مع الاختبار أنها مهمة فاشلة. بيفتح بطلنا وانج النافذة، واللي بيكون مكتوب فيها رقم حسابه اللي هو F233، وبيبقى مكتوب فيها تسجيل الدخول برضه. بيضغط بطلنا على أيقونة الإعدادات، واللي بتكون مكتوب فيها إمكانية التنزيل. تظهر له المهارة اللي هو ضغط عليها، واللي هي البرق المشتعل. في الأثناء دي بنروح لعالم أرض الريش الرمادية. بنشوف شوية من اللاعبين واقفين قدام كهف. بيظهر النظام وبيشرح للاعبين إن العالم ده مليء بالوحوش، وإن اللاعبين هيخوضوا شوية مغامرات داخل عش الجبل اللي هم الكهف اللي هم واقفين فيه، وبيفهمهم إن مجرد دخول الاختبار لازم تجتازه. بنروح داخل عش الخاص بالغبل، وتحديدا لواحد من الغبل، واللي بيكون ماسك لاعبة وعامل معاها الجلاشة حرفيا. بيظهر النظام بشاشة طويلة لتفاصيل الاختبار. رقم 1 معانا زنزانة امتحان المبتدئين في مغارة الغبل. المهمة الرئيسية عش الغبل. مكافأة المهمة من 1 ل10 نقاط. مدة المهمة ساعة واحدة. تأثير الخريطة: انتبه إلى فريق البحث عن الغبل، وسوف يظهر النظام لفريق الصيد مكان اللاعبين، يرجى تجنبه في الوقت المناسب. بيظهر النظام حالة البطل البرونزي، حصل على المرتبة الخامسة كمغامر مبتدئ. بيظهر بطلنا وهو بينتقل ذاتيا. بيظهر النظام من تاني. الحساب المؤقت 234، اكتمل التحميل. بنشوف بطلنا وهو فاتح شاشة النظام بيكلم نفسه: النظام ده أجبرني على الدخول زي ما توقعت بالظبط، ومش هيسمح لي وضع اللعبة اللي انا غادر اللعبة تمام. بيتكلم وهو محبط. ده حتى النظام مش هيسمح لي ان انا اجيب اشياء من العالم الاصلي، ده امر سيء جدا. بنشوف بطلنا وهو لابس المعدات واللي بيكون في العالم الاصلي. بيكلمه قائد قسم الامن شياوان، وبيستفسر منه هو ليه اخذ المعدات دي وايه اللي هو بيخطط. في الاثناء دي بنرجع لعالم اللعب، تحديدا عند بطلنا، واللي فجأة بيلاقي واحد من الغبل. بيكون بطلنا وانج مستخبي منه. بيكلم بطلنا نفسه: توقف الاتصال لمدة طويلة من الوقت، وشكل الفريق وصل هنا بالفعل، قصده يعني على خطأ النظام. وبيفكر ان في النوع ده من الالعاب البقاء بدون اتصال بالانترنت فكرة سيئة، على الرغم ان الاتصال بتاعي كان مقطوع، بس لو استنيت هنا مش هقدر اعمل اي تقدم في الاختبار. وبيقرر اللي هو يتحرك، فعلشان كده بيقوم ظاهر ورا الغبل. بيقوم مكلمه بكل شر: يا ابن البلاص. بيبص الجوبلin ان هو مرعوب، وقبل ما يلحق الجوبلin يعمل اي حاجه بوم ركله هيك شوت، واللي بتجيب اجل للجوبلin حرفيا. بيتكلم بطلنا هو مستقنياس زي ما توقع. مهمه المبتدئين ما هي الصعبه ابدا. بنشوف الجوبلin واللي بيكون لازق في الارض حرفيا. بيكلم بطلنا نفسه: الجوبلin ده وحش صغير ويمكن للانسان الضغط عليه بسهوله، واما اللاعبين يقدروا يقضوا عليه بسهوله برضه. بيفتكر لما كان خاضع لتدريب عسكري، وبيبدا يعمل شويه حركات كده، وبيتكلم: اخيرا ده اول وحش اقتله. وبيكون فرحان، بس لا، بتحصل الصدمه. بيرفع الغبلin مسدس في وش بطلنا. حرفيا ده اول غبلin يمسك مسدس في عالم الانمي تماما. بينصدم بطلنا صدمه عمر، بيكون مصدوم على الاخر. بنشوف بعدها 2 من الغبلin راكبين عربيه غريب، وبيكونوا منطلقين باقصى سرعته. ده مش كده وبس، ده كمان العربيه فيها رشاش. بيطلع بطلنا شياو وانج يجري باقصى سرعه عنده، وبيتكلم وهو بيصرخ: ده ايه اللي حصل ده؟ هو مش المفروض ان الغبلin يشيلوا عصايه خشب؟ وبيكون بيصرخ وهو بيجري، وبيسال نفسه: ليه ماسكين بنادق ودراجات ناريه؟ احمس. بيكون الغبلin لسه بيطارد. بيتكلم بطلنا: المهمة هي عش الجوبلin، ازاي هحاربهم بايدي العارية. بيتكلم وهو فاتح شاشة النظام. بيفكر ان هو ممكن يستخدم المهارات اللي حصل عليها. بيظهر له النظام 3 مهارات من الرتبة F. رقم 1 قنبلة المبتدئين، رقم 2 نظارات الرؤية، رقم 3 قنبلة الرياح. بيكون بطلنا مستغرب ان المهارات اتغيرت. بيطلع بطلنا مهارة قنبلة المبتدئين. بيقف بطلنا مرة واحدة وسط مكان الغبلin من وراه. بيضرب الغبلin بالرمح اللي في ايده على بطلنا، واللي بتطلع نسخة منه. بينصدم الغبلin، وبالاخص بينصدم لما بيلاقي القنبلة جنبه، وبيكون بيصرخ. بيحصل انفجار قوي في المكان. بنشوف بطلنا وهو بينتقل ذاتيا وكالعاده، ويحصل خلل في النظام تاني. وبيظهر النظام الحساب المؤقت 235، واللي بيكون الحساب اتغير بتاعه. لقد اكتمل التحميل. بيتكلم بطلنا: زي ما توقع، عندما اقوم بالتحميل فان منصبي وحالتي هيتنوا زي ما هم. بيلاقي بطلنا في الوقت ده ان المهارات بتاعته كلها اتغيرت، وبيعرف ان تم تغيير رمز الحساب. بيكون مصدوم ان العناصر والمعدات اتغيرت تماما. بنشوف مكان الانفجار، وبيكون فيه غبلin ميتين. بيكلم بطلنا
نفسه وبيشرب جرعة التعافي، وبيتوقع ان السبب اللي بيحصل له ده ان النظام بيعاملك على كأنه ميت او غير مؤهل للعب، ودي فرصة ممكن اللي يستغلها لصالحه. بيكمل كلامه وبيكون ماسك عصاية في ايده وبيفكر، مما يعني انه هيجري اختبار المبتدئين بدون توقف، وكل مرة هيتم اضافة مبتدئ، وبيفكر ان من المحتمل ان الخطأ ده في مهمة المبتدئين بس، وما بيكونش عايز يضيع الفرصة دي من ايده. فعشان كده بينطلق على الغبلن وبيقتل شوية منه، بيستخدم الغول السلاح اللي معاه وبيضرب طلقات نارية على بطلنا. بنلاقي كرات من اللهب بتنطلق على الغبل، وبيكون وانغ هو اللي رمى الكرات دي، وبسرعة هو بيستغل خلل النظام وبيستخدم تعويذة تعزيز السرعة. بيستخدم مهارة على ايده وبيطير مجموعة من الغبل، وبسرعة هو بيتكلم وهو فرحان: سوف احصل على بداية تقدم مثالية بنسبة 100%. بنروح لإحدى الأماكن على الخريطة، وتحديدا تحت الأرض، وبنعرف من النظام إن درجة الحرارة 21 درجة مئوية، وخلاص بيبقى فاضل 27 دقيقة و53 ثانية على وقت انتهاء المهم. بنروح لاتنين من اللاعبين، ويبقى في واحد بيعالج بنت مصابة. بيتكلم اللاعب وبيسأل اللاعبة هي تعرف تمشي ولا لا. بيظهر النظام حسابه، وبيكون اللاعب 151. بتتكلم الفتاة وبيظهر النظام حسابها برضه، واللي بيكون 47. بتشكر اللاعبة صديقها اللي عالجها، وبتكون رجلها شفيت بالكامل. بس هو ده مش عنصر العلاج الأخير، وبتسأله لو تعرض لإصابة هيعمل إيه. بيطمنها اللاعب وبيفهمها ان دي مجرد لعب وممكن يعاد يحياه من تاني، ودي مش مشكلة كبيرة يعني. بتظهر شخصية جديدة معانا، بيكون أبو نضارة. بيبدأ يتكلم. السؤال الوحيد هو مين يجرؤ على اكتشاف ده، ومين يعني اللي هيجرب الموت عشان يختبر اللي هيحصل معاه. وهنا بيظهر حسابه اللي بيكون 211. بيرد اللاعب 151. ده في لاعب ملبوط جربها على منحدر ونزل على مكان مغمور بالسموم، بس الناس ما قالولناش عشان احنا على الجانب الآخر من الخريطة. بيتكلم الشخص اللي رقم حسابه 211. من المفترض ان الزنزانة تتسع ل5 اشخاص، بس في واحد مات اول ما المهمة اتفعلت. بتتكلم البنت اللي معاهم ان لولا هم معاها لكانت مات، وبتشكرهم على بقائهم معاه. بيتكلم اللاعب 151. ايه اللي احنا هنعمله دلوقتي؟ احنا بحاجة لقتل الوحوش للتقدم في المهمة، بس لو احنا تعمقنا اكتر الوحوش هتبقى اكثر صرامة، واذا وصلنا التقدم ممكن ينتهي بينا الامر بالموت. بيتكلم الراجل ابو نضارة. المهمة بتاعتنا دي اسمها الغزو، سواء كانت المنطقة البدائية او المنطقة السام، فإن وضع اللعبة يجبرنا على البقاء على قيد الحياة. بيكمل كلامه: هو ممكن يكونوا عايزيننا نختبئ لحد لما الوقت ينتهي، وبيكون زهقان من قلة المعلومات. بيتكلم اللي بيدخن. في النهاية هو احنا لازم نخاطر بحياتنا عشان المهمة دي. تتكلم الفتاة وهي مصدومة: هو ايه اللي انتم بتفكروا فيه يا رفاق؟ بنشوف الثلاثة مرعوبين وقاعدين في صمت بيتكلموا مع بعض: احنا مش هنستطيع العودة للعالم الواقعي. فجأة بيجي واحد من الغبل واللي بيكون ورا الفتاة، وبيبدأ يكلمهم وبيقول لهم: يس بشريو. بيكونوا خلاص هيقضي على اللاعبة، واما اللاعبين فبيكونوا مصدومين لانهم مش هيلحقوا ينقذوا الفتاة. ومع اخر لحظة بيظهر بطلنا وبيطير الغوبلين باستخدام مهارة من مهاراته، وفي الاخر بينقذ الفتاة. بيبص بطلنا على شوية اللاعبين دول. بيتكلم اللاعب 151. وما تسألنيش ليه انا بناديهم بالارقام، وده طبعا عشان المترجم. هو مش اللاعب ده كان مختبئ، ده طلع على قيد الحياة اهو، امال في ايه بقى؟ بيتكلم ابو نضارة: الشاب ده قدر يلاقي حل للمحنة اللي احنا فيها. بيتكلم اللاعب ده: الشخص ده مش مهتم بالموت ابدا، وكمان بيندفع بدون تردد. بيتكلم ابو نضارة: ده ذهب الى المنطقة السام، هو شجاع جدا. بتشوف الفتاة حسابه واللي بيكون 1985. في الوقت ده بنرجع عند بطلنا شياء واللي بيكون بينهت على اخره. بيتكلم: رقم 1 احذية سريعة زائد مهارة العاصفة زائد تعزيز السرعة، وكل الحاجات دي قوية، بس لو خبطت في جدار هتتحول لهريسة. بعدها بيفكر في نفسه: اللاعبين دول بس الوقت على وشك الانتهاء وهم لسه مكانهم، اكيد يعني مش هيجوا يعملوا اي تهديد ليا كمنافسين. بيتكلم بطلنا وهو فاتح شاشة النظام: بعد تحديث حساب اكثر من 1000 مرة اصبحت المكافآت في الغالب نسخة مكررة، وشكل كده مش هيبقى فيه الا عدد كبير جدا من بطاقات المهارات. بنشوف مساحة التخزين في النظام واللي بتكون 120 من 120. بيتكلم بطلنا شياوان: انا قمت بتخزين ما يكفي من المعدات والعناصر لتجاوز حد تخزين النظام. وبيفكر اللي هو عايز يعمل اعادة ضبط عشان يحصل على المهارات اللي كانت عنده. بعدها بيقف وهو متحمس: التالي هو وقت الزعيم. بنشوف الزعيم وهو بياكل. بيتكلم شياوان: بصراحة استنادك الى معلومات المهم، لا يبدو ان الامر ده مخصص للاعبين الجدد. بيفكر شياو: في كل مرة اقوم بالتحديث يتم اعادة تعيين المهم، وبالتالي بقتل عدد كبير من الغبل، وده ما عادش بيعمل اي حاجة. بس لو انا كنت عايز المكافآت الرئيسية فلازم اقضي على الزعيم. بيتكلم بكل ثقة: حسن، دعنا ننتهي من هذه المعركة لإنهاء الزنزانة. بينط شياو من اعلى المنحدر بطريقة جبارة. بيظهر النظام: الدخول البطولي والظهور المفاجئ.
المفاجئ بطريقة رفيعة المستوى أمام العدو. حصلت على حد أقصى 10% من تعزيز السماء. بيخرج بطلنا شياو سيف كده وبيتكلم وهو بيضحك: استعد لهلاكك أيها العفريت. بيخرج زعيم العفاريت بندقية. بيمسك بطلنا سيفه، أكيد يعني مش هتخدع مرتين يعني. الله يرحم لما كنت بتخزق من أول غول شفت. بيظهر النظام وبيعرف بطلنا شياو إن هيتم انعكاس الهجوم التالي بعيد المدى على المهاجم. بيكون الزعيم مرعوب وبيحاول يدافع عن نفسه. بيستخدم بطلنا شياو مهارة على عينه وبيكون عامل خطة. بيظهر النظام بتفاصيل المهارة. قدرة المستوى اف الانضباط الذاتي، وهي تجبر الهدف على تنفيذ الإجراءات المخططة لها مسبقا. وخلاص بيكون هيطلق النار وبالفعل بيطلق الرصاص وبيصدها بطلنا على طول. بيبقى شياو مصاب في دراعه وبيتكلم: المعدات اللي معايا هي أفضل معدات من الرتبة اف. بيفكر إن التأثير ده قوي جدا. بنشوف الغلو اللي بيكون بيعيط. بيتكلم بطلنا: ده كويس إن أنا عندي الكثير من المواد الاستهلاكية، وإن شاء الله هقضي على الزعيم ده حتى لو استخدمت جميع العناصر. بنلاقي في هجمة بتصيب الزعيم. بنشوف شوية اللاعبين دول واللي بيكون واحد منهم هو اللي هجم على الزعيم. بيتكلم ابو نضارة: هو احنا يتعين علينا قتل الزعيم لمسح اللعبة؟ انت ازاي وصلت للاستنتاج ده؟ بينادي عليهم شو وهو بيصرخ، ما بيكونش عاوزهم يجوا عنده. بيردوا عليه: احنا مش هنسيبك للموت لوحدك. بيطلع بطلنا يجري وهو بيزعل اخوه ويفكر ان هو لازم ينهي ده بسرعة عشان شوية اللاعبين ولاد 60 عايزين يسرقوا المهمة بتاعته. بطلنا بيكون مفكر انهم عايزين يسرقوا المهمة بتاعته وبيكون شايل كل المعدات في ايده. في الوقت ده بيظهر النظام وبيطلب من أحد الأصدقاء الدخول إلى المساحة الشخصية. في الأثناء دي بتظهر فتاة غريبة وبيظهر النظام مستواها واللي بيكون 28. بيكون اسمها غير معرف والصحة بتاعتها 100%. تتكلم مع المرشدة رقم 1 وبتقول لها إيه اللي هو الوضع دلوقتي. بتتكلم من مشاعر أصفر وبتعتقد اللي هي تستطيع إنهاء الوضع قريبا. بترد عليها البنت الغامضة وهي متعصبة: أنا ما بسألش أنت بتعملي إيه. وبتكون بتسألها عن الوافدين الجدد اللي هي كانت بترشد. بتتكلم المرشدة رقم 1: اللاعبين مش ممكن يموتوا، إيه هي المشكلة يعني. وبتفهمها إن أكتر من 100 شخص ذهبوا إلى 23 زنزانة وخلاص الوقت هينتهي وهيتم الانتهاء منهم دلوقتي. بتتكلم الفتاة الغامضة: أنا قمت بمهام التوجيه ولسه مخلص. بتكمل كلامها: بيموت معظم القادمين الجدد في اللعبة لأنهم ما بيعرفوش يتكيفوا مع اللعبة تماما. بيفتقروا أيضا إلى نقاط الإحياء مما يجعل الزنزانة التقييم ذات معدل وفيات مرتفع. وكله ماشي على النهج ده وكان بإمكاني أساعدهم لو استطاع، بس الموضوع مش بإيدي. وبنعرف إن إحياء الوافدين الجدد يكلف 10 نقاط فقط، بس لو ماتوا جميعا هتصبح التكلفة 1000 نقطة. تتكلم المرشدة بشعر أسود وبتزعلها وبتقول لها: إيه هو المهم بالنسبة لي؟ مش سرير الظهور الذي لا نهاية له والمساحة الشخصية الضخمة؟ امال انت عايزه تبقى مرشده ليه؟ بترد عليها: انا عايز اسيب انطباعات جيده. وايه المشكله في ده يعني؟ بترد عليها مشعر اسود: اعملي اللي انت عايزاه، بس انا جيت اسال عن الاثار المقدسه ذات الرتبه دي اللازمه للتقدم الى المستوى 30. بترد عليها: مفيش مشكله، ده انا كمان وفرت اكتر من 30,000 نقطه وانا متاكده ان انا استطيع الحصول عليها دلوقتي. بتبص المرشده على النظام وبتلاقي نقاط المكافآت الباقيه 2333. بتتكلم وهي مصدومه حرفيا: هي فين النقاط اللي انا جمعتها بشق الانف؟ وطبعا ما ننساش ان بطلنا هو اللي عامل الوحش ده كله وهو اللي كان عمال يخلص في النقاط. بتصرخ المرشده الثانيه وبتقول ان تكلفه الوافدين الجدد 28,000 وبتسالها ايه هو عدد الاشخاص اللي هي ارشدته. وبتقول لها اللاعبين دول استخدموا كل الدورات المتبقيه. بتتكلم مشاعر اصفر وهي بتحسب نفسها بتحلم وبتتكلم ان هي مجرد ان تموت كل شيء هيصبح على ما يرام. بتصرخ عليها المرشده رقم 2 وبتقول لها: يا بنت الذين لو وقعت مش هتموت. بيظهر النظام. اكتملت المهمه. 1. مهمه التقييم قاتل الغيلان. المهمه الرئيسيه اكمال تطهير مغاره الغيلان، 100 نقطه مكافاه اوليه. تم الحصول على 10 مهمات مخفيه. المكافاه المكتمله لزعيم الغيلان تم استلام صندوق هدايا. في الاثناء دي بنروح لبطلنا شياو بيتكلم: في الواقع يمنح النظام معظم المكافآت دي وبيشكر النظام وبيكون عنده عناصر مخزنه. بيكمل كلامه: بالطبع اللاعبين ولاد التيت ما عرفوش يقتلوا الزعيم وانا اللي قتلته لوحدي وخدت المكافآت كلها. بنشوف اللاعبين بيتكلموا: اكتملت المهمه. بيتكلم ابو نضاره بكل خوف. اتضح ان الزعيم هو المفتاح لانهاء اللعب. بنروح لبطلنا واللي بيكون فيه خلل في النظام وبيكون اللاعب 2795. اكتمل التقييم جاري العوده الى المساحه الشخصيه. بيتكلم بطلنا وهو محبط: الحساب مخير ويبدو كده ان جمع المكافآت التي لا نهايه لها قد انتهى، ولكن ده هو اللي بيسمى بالمساحه الشخصيه. بيظهر النظام: تهانينا للحصول على حساب رسمي. اسم اللاعب شيان وان. بينصدم بطلنا صدمه حياته وبيكون راجع للليفل 1. بيتكلم بطلنا: اعوذ بالله، الحساب مقيد وخلاص بتكون ايام جمع المكافآت قد انتهت. بيفكر بطلنا ان المساحه الشخصيه دي اهانه. بيظهر النظام بيشرح للاعبين ان ممكن استخدام نقطه واحده للتوسيع لكل متر مربع وبيتوفر عدد لا يحصى من الاساس والخيارات ذات المناظر الخلابه للحصول على تجربه اكثر راحه. بعدها بيتكلم بطلنا شياب: يمكنني تسجيل الخروج والعوده الى المنزل في اي وقت. وبيكبر دماغه ان هو مش عايز يضيع اي نقاط لها قيمه. وبيظهر بشكل معدات جباره وبيتكلم: بالطبع يمكنني استخدام النقاط لاجعل نفسي اقوى. بيتكلم وهو متعصب وما بيكونش عارف يقوي نفسه ازاي. ما بيبقاش عارف
فين المتجر، بيظهر النظام دليل الاتصالات المتصل، بتطلع لهم المرشده الغامضه وبتهني اللاعبين الجدد على انهم اصبحوا لاعبين رسميين في عالم الحكام. بتكمل كلامها: اسمحوا لي ان اكمل لكم الدليل النهائي وسوف اقدم لكم نظام تعزيز الفضاء. بس استنى لحظه، بص كده على زميلتها، اعمل زوم كده، وبتكون عايزه تنتحر. بعدها بتكلم المرشده بطلنا وتقول له حصل شويه مشاكل بسيطه وانا هقدم لكم كيفيه استخدام النقاط. بيبص بطلنا في الوقت ده على النظام وبيفكر ان نقاط المكافآت هي العمله في العالم الحكام، واللي بتستخدم لزياده المساحه الشخصيه او شراء العضويات. بتستخدم برضه لتعزيز القدرات ومعدات اعاده الاحياء مهما كانت العقوبه. بيكمل كلامه: الاهم من ده هو صندوق الهدايا واللي مرتبط بمستواه، ولكن ينفع فتح المتجر دلوقتي من الرتبه اف. بيظهر النظام للشياو بطلنا وبيفهمه ان في فرصه عاليه بنسبه 5% للحصول على مكافآت الكترونيه، ونقاط شياو بتكون نزلت الى 25 نقطه، ويبقى في اختيارين: الاول من 10 الى 100 نقطه، ومن نقطه الى 10 نقاط. وبيصرخ بطلنا شياو في النظام لانه عمال يشتري ويصرف النقاط تلقائيا، وبيعرف بطلنا ان دي عمليه احتياج. بيكمل ان 10 نقاط مقابل عنصر عديم الفائده، مش زي حتى جوده تحسين القدرات. انت محظوظ، فمن الممكن الحصول على عنصر التصنيف الاول للالكتروني. تتكلم المرشده ان ده طبيعي انك تحصل على 10 نقاط بس، وتقول لهم اعملوا بجد في الزنزانات التاليه، وبتودعهم ان ده كل شيء وهيتقابلوا عندما يحين الوقت. وبيشكرها بطلنا على التوضيح. بيفكر بطلنا في نفسه: معظم الوافدين الجدد ما بيملكوش حتى 10 نقاط، البدء ب 25 نقطه اللي بتجعلني اشعر بالارتياح. بيتكلم وهو متحمس، بيبقى هيختار بين التعزيز والمعدات او القدرات. بيفكر هيختار ايه، فعلشان كده بيقوم ضاغط على مهارات عشوائيه. بيقوم ظاهر له مهاره اكسير السعاده، واول ما بيشوفها بطلنا بيتعصب وبيرمي المهاره وبيشتم في المهاره والنظام، وبيكون عارف ان دي عمليه احتياج. بيفتح صندوق الحكام، بعدها بيركز على الضوء الاخضر، بيظهر له معدات الكترونيه. اول مهاره معانا عمله الحظ، عباءه التضحيه، ورشاق. بيظهر النظام مكافاه خاصه يرجى اختيار واحد. بيتكلم بطلنا لقاء هادي، فالامر ده مبالغ الاهميه. بيكون عايز يختار بحكمه. بيفكر بطلنا الشاو بكل ثقه بامكان الخروج من اللعبه الان من غير انا اختار، وانا هنتظر الزنزانه التاليه ثم اخذ القرار بناء على الموقف. بيظهر النظام وبيفهم بطلنا ان فاضل 12 ساعه على الزنزانه التاليه. بنشوف شياو في العالم الواقعي وبيتكلم ان اقترب وقت الظهيره، بس باستخدام حساب رسمي في النظام. مفيش داعي للقلق مشان عدم الاتصال في النظام. في الوقت ده بنلاقي اللي فيه وش ابليس الملعون في الوقت ده. وفي الاخر بيطلع المدير. بيتكلم بطلنا: المدير ليو ازاي؟ بيرد على المدير ليو بشكل شرير: يا الصغير، انت بتنام في الشغل؟ بيتكلم بطلنا: المدير ليو، انت عايز تسألني على حاجة؟ بيرد المدير ليو: اكيد طبعا. بيكون وش المدير ملعوب. بيتكلم المدير تاني: اخيرا اكتشفت خطأ انت عملته وانا هوريك مدى قسوة هذا العالم. بتدخل السكرتيرة فجأة. بيتكلم المدير وهو متعصب: هو انت مش شايفانا مشغول؟ بيرد بطلنا: طالما السكرتيرة هنا يبقى احنا مشغولين، انزل يا صديقي مفيش كلام. بترد السكرتيرة وهي متوترة ان الإدارة العليا من المقر الرئيسي جت فجأة للتفتيش، وهم وصلوا الى مدخل الشركة بالفعل. في الوقت ده بنروح الى الإدارة العليا. بيتكلم الموظف وبيكلم السيد لينو وبيقول له اتفضل وبيرحب بيه. بنرجع مره تانية للمدير واللي بيكلم بطلنا الشو بيقول له انت محظوظ. بيتكلم بطلنا ومفعل مهاره الانضباط الذاتي وبيفكر ان ليس من السهل الوصول الى ذروه اهتمامه. بيكمل ان الانسحاب في منتصف الطريق مش حل ابدا. في الوقت ده بنروح للسيد لي. بيكلمه الموظف: يا سيد لي، انت ليه قررت تيجي عندنا؟ وهل مجلس الاداره بعت اي تعليمات؟ بيرد السيد لي: ده مجرد تحقق من الامور لا اكتر. نرجع مره تانية للمدير ليو. بيتكلم لبطلنا شياب: انت مطرود يا ابن 60. وبيقول له اطلع بره الشركه، وبيخبط بايده وبيكون متعصب. بيتكلم المدير بكل شر: مستغرب صح؟ مش متقبل؟ انت عايز تبدا تركع وتتوسل ليا صح؟ بيعترف لبطلنا ان الشركه في الشهور اللي فاتت ارتفعت بشكل كبير ويمكن يرجع لفضل صغير منا. بيكمل كلام المدير ليه لبطلنا: عندك علاقات وعندك كفاءه، وده اللي خلى مجلس الاداره يركز معاه. وبيتكلم بكل شر وسط مكان الامن والرئيس والموظفين كلك وراه، والمغفل مش عارف اللي الشركه كلها وراه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك المخرج عايز كده. وبيكمل: خليني اقول لك حاجه، انا المدير ليو، وصلت المنصب ده بكل الطرق الممكنه، وصلت واغلب انجازاتك هتتكتب باسمي، وبما انك عملت غلطه دلوقتي فانا هخلص منك بشكل معقول. وبيكون عايز يخلص من بطننا باي شكل، سواء انت او الاغبياء بتوع المقر الرئيسي، فمحدش يقدر يغير الوضع هنا. الكلمه النهائيه ليا انا. بس فجاه بيتكلم الرئيس لين وبينادي على المدير ليو، واول ما بيسمع المدير ليو صوته بيرتعد، ده حتى شكله قلب الوان من كتر الرعب. بنشوف بطلنا واللي بيقوم وبيسقف، وكمان بيسقف معاه السيد لي.
وبتبدا الشركه كلها تسقف للمدير ليو. المدير ليو بيحاول ينقذ الموقف وبيتكلم ان هو كان بيهزر وبيتمنى ان هم يستمتعوا بالعرض بتاعه. بنروح لخارج الشركه وبنشوف السيد لي واللي بيطلب من سائق السياره اللي هو يمشي، وفي الاخر بيطرد المدير ليو. حرفيا المدير ليو اول مره يصعب عليا. بيقعد بطلنا على المكتب وبيفكر ان قدره المستوى اف، ومع كده حقق الهدف اللي هو كان عايز يوصل له. في الوقت ده بيفتح بطلنا شاشه النظام وبيكون مبهور من التكنولوجيا الخاطفه، وبيبدا يكتب خطه لنفسه. والخطه باختصار انه المفترض يبدا يكسب قلوب الناس وتعزيز ادائه. بنشوف بعدها بطلنا شياب وبيتكلم وهو مبسوط. عطلة نهاية الأسبوع قادمة وبيقرر إنه هيذهب للعبة في الليل، وبيتكلم وهو بيضحك إن أكبر ميزة إن يبقى عندك مكتب خاص، وبيفكر إن عشان كده مش هيبقى قلقان من فقدان الاتصال في العالم الخارجي. وبيبدأ يبحث عن الظواهر الغير طبيعية على الكمبيوتر، وبيسأل نفسه إذا كانت محو من الوجود ولا هما ذهبوا في غيبوبة. بيكون عايز يعرف. بيظهر الكمبيوتر الظواهر دي وبنشوف إن في طالبة أغمي عليها فجأة وتم نقلها إلى الطوارئ، والكلام ده كان من شهرين. بتحصل حاجة غريبة في الكمبيوتر. بيظهر بعدها النظام إن محتوى الفيديو محظور أو غير صالح للمشاهدة. بينصدم بطلنا من حاجة قدامه في الشاشة. بتنتقل بينا الأحداث لأحد السكك الحديدية. بنشوف بعدها دكتور غامض ومعاه شوية دكاترة وبيكونوا داخلين للشركة بتاعت بطلنا بالعافية، والسكرتيرة بتحاول تمنعهم ما يدخلوه. بنروح لمكتب المدير. بنشوف الدكتور واللي معاه داخلين هناك وبيتكلم الدكتور أكيد الواد ده راجع للبيت بالفعل. بنروح بعدها لبطلنا شياب وبيكون هو مراقب. بيتكلم بكل خبث مش مهم لأن مفيش أي حد يقدر علي. في مكتبة جامعة لين جين بنشوف بطلنا شياو ماشي في المكتبة بيتكلم في نفسه. اتضح ان عالم الحكام الذي ليس له نهاية ليه اشخاص في العالم الحقيقي، واكيد بيعملوا تجارب على اجسامهم الحقيقية. بيكمل في الموقف حيث ليس لدينا معرفة بما نتعامل معه، فان البحث عن مساعدة من الاشخاص دول هيعرض حياتنا للخطر. بنشوف بطلنا وهو بيسلم على واحد صاحبه في المكتبة. بيكمل في نفسه ان الناس دول معاهم السلطة والمال، ومع اقتراب الامتحانات المكتبة هتبقى مليانة حتى في الليل، وبيفكر ان هي مكان امن بالنسبة له. وبيقعد بطلنا وبيفتح اللابتوب. حتى لو نمت هنا زمايلي اللي حواليا هيساهموا في تغطيتي. بنشوف اتنين من الطلاب في المكتبة، واول ما بيشوفوا بطلنا شياو بيترعب. بيتكلم الطالب الاول انا افتكرت فجأة حاجة لازم اعملها. بيتكلم الطالب التاني ان الوقت اتأخر بالنسبة لي وهكمل بكرة. بنروح لاتنين من الطلاب تانيين. بتتكلم البنت دي هو مش شياو كان رايح للتدريب، هو ليه هنا بيعمل ايه؟ بيرد على صديقه هو بيلم الكتب بتاعته ده وحش، ده خد 3 تخصصات مختارة ونجح في كل الامتحانات. بترد زميلته الدراسة معاه خلتني اشعر بالذنب لدرجة ان انا اعتزلت. بيكون بطلنا سامع شوية الكلام من الناس اللي حواليه، والناس كلها بتتكلم اللي هم عايزين يمشوا ومش عايزين يحاولوا ابدا. بينصدم بطلنا شياو لان كل اللي حواليه عايزين يمشوا. بيطلب منهم شياو اللي هم ما يمشوش واللي هو جاي يرتاح اصلا. بيتكلم اتنين من البنات لهم نضاره وبالمناسبه اسمها لي، وبيقولوا لها انت هتغدري ولا لا. بتبقى لين هترد عليهم. ساعتها بيستخدم بطلنا قدره الانضباط الذاتي. بيتكلم في نفسه مفيش حد حواليا، واذا نمت هنا ومفيش اي حد حواليا هبقى بره المكان تماما، عشان كده مفيش خيار تاني. بتتكلم بقى السيده لي مهما حصل لازم اخلص التقرير الافتتاحي. بيودعوها اصحابها البنات وبيقولوا لها حظا سعيد. بيطلبوا منها تعتني بنفسها. بتنصدم البنت يا عيني وبتكون مستغربه هي قالت ايه دلوقتي. بيكلمها بطلنا يبقى نشتغل بجد مع بعض الليله. بيتكلم بطلنا في نفسه في العالم الحقيقي فان النوع ده من القدرات بيعمل لي اللي انا عايزه. وبيكمل شياو بس مع كده امام التهديدات اللي مش معروفه لازم اكسب بسرعه قدرات اكتر عشان اي حد ما يفكرش يقترب مني. وبيلبس السماعه وبالفعل بيبدا النقل ذاتيا. بيظهر له النظام تسجيل الدخول اللاعب شياو 1 الليفل 1 اهلا بك في عالم الحكام اللامتناهي. وبيفهموا ان اللعبه هتبدا خلاص، وبيقول له من فضلك اختار مستوى الصعوبه والنظام هيطابق الزنزانات المتناسبه او انت تقراها الاول. وكل ما زادت مستوى الصعوبه زادت المكافآت. بيتكلم شياو باعتباري لاعب جديد فلازم اكون حذر شويه وهسيب النظام يختار لي وخلاص. بنشوف بطلنا وهو بيلعب ضغط في المساحه الشخصيه، وبعد ما بيخلص بيضغط على بدء اللعبه. بيظهر النظام اللاعب شياو انغل ليفل 1 الصعوبه المختاره صعوبه الكابوس اكتمل التحميل. وبتكون مهمه برج الجرس الملعون، ودي تبقى ارض ملعونه منذ الاف السنين ومغلفه بالظلام حيث الشياطين تاكل الناس بالليل. بطلنا شياو بيفكر وهو فاتح شاشه النظام ان الابطال لازم يعرفوا اماكن الشياطين ويقتلوهم، بينما الشياطين لازم يستغلوا الفوضى ويقتلوا اي احد دخل من الابطال الى هذا العالم. بيظهر النظام بدات اللعبه يرجى تحديد مكافاتك على الفور. بيتكلم بطلنا وهو متضايق هو مش ممكن الدخول قبل الاختيار، وبيكون متعصب ان خطأ النظام اتلغى مؤقتا. بيتكلم وهو منشكح بالنسبه للعباءه لو انا اخترتها فانا هموت قبل التاثير بتاعها ما يشتغل. بيختار بطلنا عمله الحظ، وبيتكلم وهو بيلعب بالعمله. العمله دي ممكن يكون لها تاثير كبير على احتمالات الحدث، والامر ده له فائده كبيره جدا، وعندما اكون في خطر فان لها تاثير ساطع. بيفكر ان المشكله في الامدادات بتاعه النظام. بيفكر يختار الرشاش. نرجع مره تانية للبنت بتاعه المكتبه. بتتكلم في نفسها هو ليه انا لوحدي هنا، وبتكمل ان هي مش ممكن تودعه، وبتكمل ان هي ممكن ما تحتاجش تودعه، وان هي سيئه في التعامل مع الناس، وبتكون عايزه تعمل نفسها تعبانه وعندها الم في المعده.
بعد. بتروح لبطلنا بكل توتر: هو انت بتمارس مهارات الاستماع ولسه هتكمل؟ بيقوم بطلنا نازل عليها، بتتحرج البنت وبتتحرج على الاخر. بتنتهي بينا الاحداث عند بطلنا شاب، واللي بيكون داخل مهمه في عالم اللعبه، بيكون على 3، وبنعرف ان هو داخل قلعه الشيطان، وبيكون مبسوط لان نقطه الادخال مثيره للاعجاب. بتظهر له نافذه مشؤومه: مرحبا بك في برج الجرس الملعون، هويتك هي شيطان. بتظهر بعدها رسالة: زنزانة برج الجرس اللعين، وهي عبارة عن زنزانة مبنية على فصلين بيتكونوا من 9 لاعبين مشاركين، في 6 لاعبين في فصيل الأبطال و3 في فصيل الشياطين. وهنا بنفهم إن ال6 أبطال هيواجهوا ال3 شياطين. بيظهر النظام لفصيل الشياطين وبيفهمهم إن الهدف الرئيسي من الزنزانة دي هو إن فصيل الشياطين واللي بطلنا واحد منهم لازم ينتصر ويقضي على الأبطال ال6. بيشرح النظام كمان إن مكافآت المهمة لكل أعضاء الفريق اللي هينتصروه هيحصلوا على 50 نقطة كمكافأة، والفريق اللي هيخسر هيتم خصم 50 نقطة منه، وكل مرة تقتل لاعب هتحصل على 10 نقاط، وبيكون فيه مكافآت جانبية. ولو عملت 280 عملية استكشاف هتاخد 10 نقاط كمكافأة. بيكمل النظام وبيشرح قواعد الزنزانة، واسمها بيكون القمر الدموي والجرس البارد. القواعد دي بتقول: بعد كل ساعة من قرع الجرس عالم الزنزانة كله هيدخل في مرحلة اسمها مرحلة القمر الدموي، بتستمر لمدة 10 دقائق، وكل القدرات اللي ليها علاقة بالسمع والرؤية هتتلغي. وفي نفس الوقت قدرات الشياطين القتالية هتزيد بشكل كبير. ولما مرحلة القمر الدموي دي تخلص، جرس الحكمة الذهبي اللي موجود أعلى البرج هيتم شحنه، وأي لاعب يقدر يروح هناك ويعقد اجتماع للتصويت عشان يحددوا مين اللي هيتم إقصائه من اللعب. اللاعب اللي هيقرأ الجرس الذهبي هو اللي هيقدر يخرج اللاعب اللي جمع أكبر عدد من أصوات من اللعبة. بيوضح النظام أهمية برج الجرس، وإن البرج مليان أسرار عن قوة عالم الشياطين، وبيشمل كمان أدلة على هويات الشياطين، وكمان في عناصر جوه ممكن تقوي الشياطين، وفي حتى مكافآت خاصة ممكن أي لاعب ياخدها لو استكشف البرج كويس. في الوقت ده بنشوف بطلنا شياو اللي بيكون فاتح شاشة النظام، وبيبدأ يحلل القواعد وبيفكر في خطة. بيتكلم مع نفسه: الأبطال ما عندهمش أي طريقة مباشرة يقدروا يعرفوا بيها مين هو الشيطان، وإن كل الأدلة اللي بتحدد الهوية مخفية في خريطة. عشان كده المفتاح إننا نحاول نمنع اللاعبين التانيين من إنهم يستكشفوا الخريطة، أو نحاول نشوش عليهم أثناء اجتماعات التصويت. بيظهر النظام قبل ما تبدأ الزنزانة رسميا، وبيدي الشياطين ميزة 3 دقائق يقدروا يتواصلوا مع بعض فيها. في الوقت ده بيظهر 2 من اللاعبين من المستوى العاشر عشان يساعدوا بطلنا في المهمة. بيتكلم لاعب: زملائي اللي اختارهم النظام، خلينا نتحد مع بعض ونسحق الأعداء. بيظهر النظام اسمه ومستواه: ليو جين، المستوى التاسع، الصحة 100%. بنشوف بعدها لاعبة وبيظهر النظام مستواه واللي بيكون من المستوى العاشر، واسمها شوتيا، والصحة بتاعتها 100%. وبيتكلم اللي معاها: مفيش مشكلة إن احنا نتحد ونلعب مع بعض، بس لحظة، هو أنت مبتدئ من المستوى الأول؟ أنت لسه مخلص زنزانة المبتدئين صح؟ أنت إزاي دخلت المعركة دي؟ المفروض إن الناس اللي احنا بنلعب معاهم يكونوا على الأقل من المستوى السابع. بيرد عليها شاو وهو محرج، وبيتأسف لها إن هو اختار أعلى مستوى من الصعوبة، وكان فاكر إن دي زيادة في الصعوبة وخلاص، وما كنتش متوقع إن هلاقي نفسي في المكان هنا. بترد عليه اللاعبة شوتيا: أنت جريء وشجاع كمان، بس هنا العقوبات أصعب بكتير. لو خسرت هيتحط عليك ختم الدم، وده معناه إن الزنزانة اللي جاية مش هيكون فيها حماية من النظام، وممكن تتعرض لإصابات دائمة أو حتى تموت. بيتكلم بطلنا وهو مصدوم: ما كنتش أعرف إن العقوبات خطيرة كده، ولازم أكون مركز ومش هغلط أي غلط. بيتكلم بطلنا في نفسه: لازم أحفظ النقاط في حالة الفشل، ومش مصدق إن المرشدة نسيت تقول لي شيء زي ده. بنشوف المرشدة لسه بتعيط على النقاط اللي هي ضاعت منها. نرجع مرة تانية للبنت شوتيا، وبتكلم بطلنا: أنت محظوظ، أنا هدعمك. وبتشرح له إن اللاعب من المستوى العاشر في الفئة دي بيمثل قوة مطلقة. بيرد اللاعب وهو منشكح: سأمنحك شرف النصر معنا. بيكلمهم بطلنا شياو: أنا هعتمد عليك وهبذل قصارى جهد. بترد عليه البنت: أنت شكلك هتصير محترف في المستقبل. بيتكلم اللاعب ليو جين: الوقت بينفي ولازم نشارك المعلومات اللي معانا. أنا موقعي مليء بالكتب المحظور وكلها عديمة الفائدة بالنسبة للشياطين، عشان كده هدمرها عشان اللاعبين ما يحصلوش عليها. وبيكمل إن الأرض بتصدر صوت أجوف، وده بيشير إن أنا هكون في الطوابق العليا في البرج. بتتكلم اللاعبة: أنا في غرفة الاستجواب ومش ممكن أفتح الباب، بس في نافذة فيها فتحة صغيرة ببص منها على الجدران، وأكيد أنا في الجزء الداخلي من البرج. بيتكلم بطلنا: أنا في غرفة النوم ومش هيتم فتح الباب المؤدي إلى المدخل، وكمان النافذة الزجاج بتاعها ما بينكسرش. بيفكر إن الأمور دي ممكن تتغير بمجرد بدء المهم. بتفكر اللاعبة: من المحتمل إن النوافذ الخارجية مش هتتغير والباب هيفتح أكيد، والنظام ما كشفناش من البداية، ومن المحتمل إن يكون اللاعبين التانيين في غرف منفصلة زينا تماما. بيتكلم اللاعب ليو جين: أنا حاسس إن إحنا هنقابل اللاعبين قريبا، والنظام مش هيمنحنا الوقت الكافي للتجول بحرية، وعشان كده هنعمل مذبحة من جانب واحد. بتكلم البنت بطلنا: ركز على اللعب الآمن عشان أنت مبتدئ. وبيكلموا اللاعب ليو جين برضه، وبيقول له: تابع بحذر وركز أفكارك. بيقول له بطلنا:
مفهوم وانا هبذل قصارى جهد. بيكلم بطلنا نفسه انا كحيان، وبيكمل في نفسه ان الالعاب عاليه المستوى مختلف، وان الشخصين دول عقلانيات وليهم اهداف واضحه وحذرين كمان. بيتكلم وهو بيفتح الباب، بمجرد انتهاء وقت الاتصال اتفتح الباب وبيفكر ان الابطال دخلوا بالفعل. بنشوف بعدها الممر الخارجي، بنشوف بطلنا واللي طالع من غرفته. بيتكلم في نفسه زي ما اللاعبين توقعوا، كله بيخرج من الغرف بتاعته. بيتكلم بطلنا باعتباري مبتدئا فانا هحتاج اخفي نفسي كويس، وبما اني شايف مدى الحذر بتاعهم وعقلانيتهم فانا هبقى بخير. بنشوف اللاعبين بيطحنوا في بعض وبيبدا القتال ما بينهم. اللاعب اللي كان طاير بينزل على الارض بكل رشاقه ولسه هيبدا يهاجم، بيلاقي اللاعيبه بتديله ضربه بتجيب اجله، واللي بتجيب اجله تماما. بيتكلم اللاعب اللي معاه قناصه وبيكلم الابطال بسرعه. الاشخاص اللي بداوا القتال هم الشياطين، ولسه هيصوب بيلاقي هجمه بتصيبه. بنشوف الشيطان ليو وبيكون مفعل النيران السوداء من الجحيم، بتبقى في مغتاله وراه واللي بتطعنه في قلبه، وبتتكلم المغتاله ان هي فازت في الجوله دي. بيتكلم اللاعب ليو يبدو كده ان دي نهايه المطاف، والمعركه دي كانت مثيره بالفعل، وبيقوم مفجر نفسه. بتتكلم لاعيبه من الابطال وبتشكر زميلها اللي هو عامل حركه انتحاريه وقضى على الاعداء. زميلها بيرد عليها وبيقول لها لا شكر على واجب. نرجع مره ثانيه للاعيبه الشيطانيه واللي بتكون خلصت على واحد من الابطال، وبتكون اخدت رصاصه في نص دماغها، واخر كلماتها ان هي بذلت قصار جهدها. بنشوف القناص اللي هو لسه ضارب نار وهو اللي بيكون قضى على اللاعيبه. بيظهر النظام، تم اقصاء اللاعب ليو جين الهويه شيطان، وتم اقصاء احد الابطال، وتم اقصاء برضه اللاعبه شو تيان والهويه بتاعتها برضه شيطان. بيتكلم بطلنا شياو هو ايه اللي حصل دلوقتي، وبيتصدم ان مفيش غيره، كل التابعين ليه مات. بيظهر النظام من تاني، الابطال المتبقين هم 5، واما الشياطين فما فيش الا واحد، والقمر الدموي هيبدا خلال 57 دقيقه. بنشوف معلومه من خلف القصه، معلومات البرج، الجرس الذهبي، نصف البرج، النافذه والقلعه الجماعيه والقاعه الاماميه. ندخل في تفاصيل اكتر. واحد غرفه النوم، وبعدها الكنيسه، وبعدها غرفه التخزين ومعاها معرض وقاعه الفناء ومستودع وورشه عمل وغرفه الحراسه والمطبخ والتخزين. بنروح بعدها للاعيبه يوشا وبيتكلم شاو وبتقول له احنا التقينا في زنزانه المبتدئين قبل كده صح، وبنعرف ان هي في المستوى الثاني. بيسلم عليها شاو وبيقول لها ما كنتش متوقع ان احنا نقابل بعض مره ثانيه. بيفكر في نفسه دي المراه الوقحه اللي كانت عايزه تسرق مني زعيم العفاريت. بعدها بيتصدم ان هي في المستوى الثاني. بيفكر هو متغاظ، المره دي شكلها لها طريقه جديده للتدرب في الخفاء، او ممكن تكون لها طريقه جديده لاكتشاف المزيد من القواعد. وبيبص لها بكل شر وبيكون متغاظ منها، والبنت بتكون على باب الله مش فاهمه اي حاجه. بتروح ليوشان وبتقول له انت لسه في المستوى الاول بس، وعرفت تدخل زنزانه معركه الفريق ازاي؟ بيفكر شياو هي جايه تسخر مني ولا ايه؟ كلامه بكل براءه انت استخدمت تذكره الدخول العشوائيه زيي، وبتوريه شويه بطاقات في ايديها وبتقول له العنصر اللي في ايدي ده بيتيح للاعبين الدخول في زنزانات اضافيه، وبنعرف ان البطاقات بيتم الحصول عليها بشكل خاص ساعه ما بيكون مستواك منخفض. بس بتكلمه بكل صراحه لو ما كنتش خايفه من البقاء لوحدي في المساحه الشقيه ما كنتش استخدمتها ابدا. بيفكر شياو اتضح ان في ادوات مخصصه للمبتدئين. بتكلمه يوشان وهي محبطه وبتقول له ان التذكره من دي بتستخدم 3 مرات بس مع كده صعوبه الزنزانات بتبقى عشوائيه. بس المره دي انا متوتره لان انا حصلت على مستوى صعب للغايه. بيرد عليها شياو وهو متوتر ايوه انت كنت محظوظه. بيتكلم القناص الحظ بتاعي كان سيء لدرجه ان انتهى بيا الامر بالقضاء على شياو تيان، وبنعرف انها كانت زميلته في الفريق سابقا. بنشوف اللاعبين اللي تم القضاء عليهم بيختفوا تدريجيا من المكان. نرجع مره ثانيه لمعلومات القناص على شاشه النظام، وبيكون اسمه يو تونغ من النقابه المرتزقه من المستوى السابع. واما اللاعيبه الثانيه بيبقى اسمها ماي يوين، وبيكون عنوانها في النظام ضربه المغتال الكامل، وبتكون من المستوى الثامن. واما الفرد الثالث فبيكون اسمه توني ساحر تخزين من المستوى السابع. بيفكر بطلنا شياو مع نفسه في النوع ده من معارك الفرق بيتم اكتشاف بشكل اساسي هويه الشياطين، عشان كده الاثنين اللي معايا اتصرفوا بسرعه عشان ما يتمش كشف هويه. تكلم المغتاله وبتقول الاقتراب من شياو تيان كان تحدي صعب لانه لو تم اكتشافي كنت هودع على طول. بيتكلم الساحر توني انا استخدمت قوتي القصوى عشان انقذك مره واحده بس. بيتكلم يو تونغ القناص لحسن الحظ تم حل المشكله دي. بيتكلم بطلنا في نفسه وبيكلم اللاعبين اللي لسه ميتين مع السلامه الى اعماق جهنم وبئس المصير. وبعد ما بيدعي لهم بيزعق وبيقول هو ليه اللي بيعرفوا يقتلوا مات وانا لسه عايش؟ ده ايه الحظ ده؟ بيظهر النظام لشياو وبيقول له القدره الشيطانيه تعزيز القمر الدموي، يحصل على تعزيز بنسبه 150% لجميع السمات خلال القمر الدموي. بيفكر شياو مع نفسه مع مستواه الحالي حتى في حاله القمر الدموي من الصعب ان انا اقتل شخص معين، فعلشان كده طريقتي الوحيده للفوز هي استكشاف الخريطه وجمع كل تعزيزات الشياطين. بيبتسم بكل شر انا هسيبهم يقتلوا بعضهم البعض. بيروح لهم شياو وبيكلم اللاعبين ايه اللي احنا لازم نعمله دلوقتي، وهل في شيء ممكن نساعد بيه؟ احنا لسه داخلين لعالم الحكام ومش عارفين ايه اللي هنعمله دلوقتي. بتتكلم المغتاله وبتفكر ان في 2 من المبتدئين معاهم. بيتكلم القناص ما تخافوش احنا هنستكشف الخريطه كالمعتاد لجمع الادله. بيتكلم بطلنا بكل خوف بعد ما شفنا المعركه الرهيبه دي كنا خايفين من ان
اننا نخش معاكم في قتال، بس لحسن الحظ فزنا. بيتكلم الساحر توني، في 2 من الوافدين الجدد معانا ما عندهمش اي قدرات. بيرد عليه بطلنا وبيقول له الاتنين دول كان بيخفوا هويتهم بشكل كبير، فاكيد يعني في واحد فينا عنده قوه جباره ممكن يهزمنا كلنا اثناء القمر الدموي. ويبدا اللاعبين يتهموا بعض ان هم شياطين، وبيبقوا خلاص هيبداوا القتال. تتكلم اللاعبه يوشا، هل الشيطان الاخير هو اقوى واحد اساسا؟ بيتكلم بطلنا بكل خبث، يا سلام لما تكون خنزير. بنشوف لاعب اول مره هيظهر معانا واللي بيكون متعصب جدا، بيكلمهم وبيقول لهم يا لكم من حفنه من الحثاله، وراح يهاجم على طول وبيمسك بطلنا وبيطيره بعيد. بيتصدم الكل من الهجوم اللي حصل ده وبيكونوا مستعدين للقتال. بيتكلم الساحر توني 3 ضد 1، القتال ده هينتهي فورا. وبيتكلم اللاعب ده وبنعرف ان اسمه لين ياو، لو كنت شيطان كنت هتعاون مع الاثنين اللي ماتوا، كنت هقضي عليكم على طول. بنشوف بطلنا واللي بيكون بيتألم من شده الضربه، وبتروح يوشان تطمن عليه. بيكون شياو تعبان من شده الضربه وبيقوم يقف وبيكلمهم اذا كنت انا شيطان القيام بحاجه زي دي مش هيكون ليه اي معنى اساسي. فبيمسكوا اللاعب لين عشان يقضي عليه نهائيا، وبيكلمه وبيقول له اللي زيك ما ينفعش يتكلموا هنا يالا.